ابو عبد الله بعد مخابرتك لي البارحه انا فكرت اني ادخل الكويت واضمها الى العراق. شو بدك تحتل الكويت؟ ولك شبيك فزيت قابل الكويت قاره يا ابويا. الكويت هالقدوتها بقد الصمونه، هاي هوايه عليها فرقتين. وامريكا؟ امريكا ايش عليها؟ ما فكرت فيها انها ممكن تتدخل في الموضوع؟ ليش هي بينها وبين الكويت في اتفاقيه منيها؟ بس بدك تتاكد الاول. هسه تريد نستشير امريكا في اجتياح الكويت يا ابو عبد الله، وانت تعرف كل زين ان الكويت لنا تاريخيا وهي حق من حقوق العراق التاريخيه. لا يا ابو عداي لا، انا مش معك في الموضوع هذا. الكويت مش تحتك. لا تحت امك؟ ولك الكويت لي ولا بني ادم يقدر يوقف قدامي. الراي ان ناخذ راي الجماعه. يا جماعه الجماعه يا ابو عداي، الجماعه جايين معي مشان نتبحث الموضوع مع سوا. هاي موضوع هاي. انت يا ابو عداي في حالة اجتياحك الكويت بحاجة الى دعم عربي، والاخوان بيخلوا الدعم العربي قوي في حالة انعقاد قمة عربية طارئة. انت هسه اللي سمعك دا يقول اني انا داخل دولة عربية. شو قصدك يعني؟ الكويت مش دولة عربية؟ ولك يا دولة انت همينا، الكويت لنا تاريخيا وهي حق من حقوق العراق التاريخية، وانا بعد ما اضم الفرع الى الاصل. الكويت تنمحي من على الخريطة ومن العالم كله ومن دول الجامعة العربية اللي تحكي عنها. ولا ايش رايكم يا جماعة؟ حقك يا زول. انت لسانك هواية طويل. انا براطمي كبار. براطمك كبار؟ انا اقصهم لك. براطمك كبار شنو؟ شو يا اخوي انت بتشعمني قدامهم؟ ولك انت قلت لك انا قبل لا ندخل الاجتماع هنا قايل لك ان تكون رايك مع رايي، ما اريدك تقعد تتفلسف علي هنا. يا ابن الحلال انا معك في كل اللي بتقوله، والله العظيم معك يا اخوي، بس برضو يعني الواحد بيظلش زي الاطرش في الزفه. انت يا هو اللي قال لك انت اطرش بالزفه؟ ما انت قضيه فلسطين قضيه عادله، وانا ان شاء الله بعون الله راح احرر لك هاي فلسطين. ليش فلسطين مالت ابوك هي؟ ولك فلسطين قضيه عربيه، هاي لحق كل مواطن عربي. يا ابن الحلال هاي قضيتي انا اللي متزوج القضيه مش انت. بعدين انا بحررها بطريقتي الخاصه يا اخوي، ولا ليه؟ ولك هاي شلون طريقه خاصه؟ يعني انا مثلا بروح للكويت، بنزل بالمطار بتاع الكويت، بروح حولي، باخذ مدرسه بحولي، بنجمع بهالزلمات، بنحكي لنا كلمتين، بيصفقوا، برفع ايدي هيك تتحرر يا اخوي. هيك كذا تحررها فلسطين؟ بتجينا الشيكات بعدين. انا احلفك بالله انت تريد فلسطين تتحرر؟ جاوب مو بس ما ادري برضه. جاوب. شو يعني هي؟ هاي نباطه مالتك. جاوب. بردش عليك مهري ابو عداي، كل واحد بده بلده تتحرر بس بطريقته الخاصه يا اخوي، بعدين بتعايرناش بهيك شغلات يا اخوي. ليش ما عايرك؟ انت تعرف ليش انت فلسطين ما تتحرر؟ ليش؟ لانك انت برهابي. يا عيني على المسلم، يعني انت اللي مقطع يعني، ما انت زينا يا اخوي، ولا ليه؟ هاي ما بيها مشكله. هسه انا ان شاء الله لو احتليت الكويت انت شو تريد منها؟ انا يا اخوي اذا بدك تاخذ الكويت بدي منك منطقتين. هاي بالكويت؟ والله. هاي شنو؟ حولي والنكره. ان شاء الله انطيك اياها. واذا بتعطينا خيطان والفرونيه الله يكثر خيرك يا اخوي. انا ان شاء الله بعون الله راح اخذ الكويت والسعوديه وعمان والامارات والبحرين وقطر كمان ان شاء الله بعون الله. طيب يا اخوي زيادة الخير خيرين. قصدك اذا بدك تاخذ الخليج انا مانيش طماع، بدي منك دولتين صغار، قطر والبحرين. واذا بتعطيني السعوديه الله يكثر خيرك كمان. يلا هاي الامارات معهم كمان، عمان. الله يا اخوي الله يطول عمرك. انت ولك ما تريد العالم كله كمان؟ الله يطولك والله يا اخوي كرم هذا. ما تريد المريخ بعد؟ لا المريخ بقدرش اروح له، لا لك المريخ. لا انا حاطها ببالي ان شاء الله عطارد انا اريد اخذها. بس بقول لك في بلد صغيره انا بنصحك تاخذها. هي على ايدك؟ هي اصغر من البحرين. هاي شنو؟ الصين فيهاش حدا. والله كويس من ليه؟ خذ كلامك. هسه انت شو اللي مضايق خلقك؟ انا بقول لك انا ابوقف معك، بس الفلسطينيين اللي في الكويت مش كلهم بيوقفوا معك.
ليش؟ في ناس صار لهم 30 سنة يا اخوي، في ناس متزوجين من الكويتيين، في ناس متزوجات من الكويت. يعني هسه هذول ما راح ينضمون ويانا؟ والله اللي بينضم معك هذا كيفه، بس انا بقول لك جماعتي بينضموا واللي ليه. بس انا يا ابو عمار كل اللي اريده منك انهم يطبقون ويانا جماعتك، انا اقول استخباراتك، اخواننا الموجودين هناك انا اريدهم كلهم ويانا. الزلمات اللي بالمنظمة عندي بيصيروا معك، بس اللي في الكويت انا قلت لك مش كلهم، في ناس يمكن بيروحوا ويا الكويتيين واللي ليه. هاي ما بيها مشكلة. وبعدين انا اذا بدي يعني بدك اياني اوقف معك تنساش الشيكات يا اخوي. هاي الشيكات اللي كانوا ينطونك اياها الحكومات الكويتية؟ حكومات الكويتية الخليج كله علشان الانتفاضة، ما احنا بننتفض والشيكات تجيني واللي ليه. انا راح انطيك شيكات بعون الله ان شاء الله، كلها راح انطيك اياها وتروح تستلمها من بنك العراقي المركزي. وان شاء الله راح تاخذها ان شاء الله. والله انا بشكرك، بس انا بدي فلوسي بالدينار الكويتي. ولك ايش بيه الدينار العراقي؟ طيح حظه لك ولك انا اول ما ادخل الى الكويت راح اوحد الدينار العراقي والدينار الكويتي اخليهم عمله واحده. لا 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 يا اخوي، اعطني فلوسي بالدينار الكويتي بحولهم دولارات ان شاء الله تخلي فلوسك تومين ايراني. ما انا بعرف بالعملات ولي ليه. انت تعرف لانك انت مشرد. شفت؟ الله يطول عمرك. بس خلي الحكايه هاي بيني وبينك بس، انت ما اريد احد يدري بيها. ايوه براطني لزقت بوجهك يا اخوي، ما عليك. هي عشاء مو برطم بتكسر. ايش رايك انت هسه؟ انا مش معك بالموضوع. يا موضوع هاي يا ابو عداي، الاخوان جايين معي بدهم من سيادتكم توضيح الصورة لهم اكثر. انا اوضح لك الصورة كلها. هي القضية ان الكويت جزء من العراق، هاي إلنا تاريخيا وهاي حق من حقوق العراق التاريخية، هاي مبنية على قياسات بها استراتيجية. استراتيجيتنا انه احنا ناخذ قضية فلسطين. هاي الحكاية هاي كلها. شنو عفوا سؤالك انت؟ ما خلصت السؤال انا يا ابو عداي. يعني انا اعطيتك مقدمة للجواب. الاخوان بدهم يعرفوا شو الهم وشو عليهم. اشوف الحكاية صار بها ادوار ومال. ايه طبعا. انا كل اللي اريده منهم يطبقون ويانا. طبعا هم راح يوقفوا معاك، بس انت اوعدهم شيء على الاقل. هسه الكويت ما بها ثروات؟ ايه طبعا بيها، من على ايام الله يرحمه الشيخ عبد الله السالم اللي لهفتوها كلها واحنا بناكل فيها. انا راح اوزع هاي الثروات كلها على العرب المحتاجين امثال الجماعه هاي، ابو الفيله والبشير والجماعه كلهم راح اوزع عليهم اني. بعد اشتردون يا جماعه.